اللي انت بتعمله في الشولدر بريس هو اللي بيبوظ كتفك. وانت بتلعب شولدر بريس ما تحاولش ان انت تحط نفسك في وضع انت ما تقدرش ان انت تقعد فيه من غير ما يبقى متحمل عليك وزن. يعني انا بالنسبه لي ده اقصى حاجه في الاكسترنال روتيشن بالنسبه لي، اقدر ان انا اتفس نفسي كده غصب عني واعمل سبستيتيوشن بظهري وابقى حاطط نفسي في وضع هو اصلا مش مريح ليا من غير وزن، وفي نفس الوقت احمل عليه وزن، فده مع الوقت يعمل اوفر يوز انجرز. فانت بمنتهى الاختصار ظبطه الكرسي بتبقى ان انت بتحط نفسك في الوضع بتاع الاكسترنال روتيشن ده المريح بالنسبه لك، وبتظبط ظهر الكرسي والبار عليه. مش كل الناس تقدر ان هي تلعب 90 درجه، ودي حاجه مهمه جدا لازم تحطوها في الحسبان. لما تيجي تبص للحركه بص عليها تحت، انت عامل ازاي هنا الريست والكوع في خط مستقيم، ده اللي هيحدد ضيق ووسع ايدك. يبقى انا بالنسبه لي انسب حاجه هو البوزيشن ده، ومن هنا ابتدي ان انا ابريس. الأقصى تفعيل العضلة تخيل كأنك بتزق البايسبس في اتجاه ودانك، وطبعا ما تنساش تثبت نفسك وتزق الأرض كويس جدا.